وطني حبيبي الوطن الأكبر، يوم ورا يوم أمجاده بتكبر، وانتصاراته مالية حياته، وطني بيكبر وبيتحرر، وطني وطني. الأغنية دي اتعملت زمان من سنين كتير قوي. اتعملت امتى؟ اتعملت للوطن العربي لما بدأ يتحرر من الاحتلال. طبعا انتوا عارفين الوطن العربي كله كان محتل، وكل دولة كان محتلاها. يعني في دول كانت محتلة من انجلترا، في دول محتلة من ايطاليا، في دول محتلة من فرنسا، فكان تقريبا الوطن العربي كله كان محتل. فأول دولة بدأت بالتحرر بالجلاء كانت مصر. مش انا يعني، مصر بلدنا. تمام. وبعد كده توالت بقى الدول العربيه واحده ورا الثانيه ورا الثالثه، لحد ما الوطن العربي كله اتحرر ما عدا دوله فلسطين، وان شاء الله اتمنى يا رب باذن الله تعالى عن قريب ان هي تتحرر من الاحتلال. فعشان كده عملوا الاغنيه دي. طب انا ليه قلتها بقى؟ عشان السنه دي في تانية اعدادي احنا هندرس مع بعض الوطن العربي، الدول العربيه كلها، التضاريس والحاله الاقتصاديه. مش بقول الحاله الاقتصاديه، الانتاج الاقتصادي وحاجات كتير كتير كتير. تعالوا نبدا مع بعض اول درس في الدراسات الاجتماعيه في الجغرافيا ووطننا العربي. يلا تعالي ندخل بقى على الدرس الأول اللي هو وطننا العربي، وطننا العربي. تمام. الوطن العربي بيتكون من مجموعة من الدول يا مريم. كل الدول العربية تقريبا شبه جنب بعض ما عدا دولة واحدة بس اللي هي جزر القمر. جزر القمر الوحيدة اللي يعني بصي محذوفة بعيد خالص كده. عارفة فين؟ بصي ادي الدول العربية تحس ان هي كلها كانت عبارة عن دولة واحدة اهي. بصي جزر القمر بعيد عنها ازاي؟ طيب ليه اللي خلى جزر القمر دي بعيده قوي كده؟ الله اعلم، بس المهم ان هي دوله عربيه وبتتكلم عربي. ماشي، مش بنتكلم عن الدول المسلمه، خدي بالك. الدول العربيه اللي هي ايه هي صفات الدول العربيه؟ اللي لغتها اللغه العربيه، لغتها لغه واحده، وتاريخها مشترك. تاريخها مشترك ومكان واحد، يعني موجوده في نفس المكان ما عدا جزر القمر. تمام. الوطن العربي بيقع وسط قارات العالم القديم. مش هتلاقي في دولة عربية موجودة في قارات العالم الحديث. موجودة فين؟ في وسط في آسيا وأفريقيا في آسيا وأفريقيا. لا يعني ما فيش منهم في أوروبا. هي في أفريقيا، في آسيا وأفريقيا. الدول العربية فوق أفريقيا. لا، وفي منها في آسيا. ليه؟ ما هي السعودية واليمن والعراق كل دول في آسيا. تمام. إذا كانت مصر نفسها شبه جزيرة سيناء دي تبع آسيا، وبقية مصر تبع أفريقيا، يبقى تعتبر مصر دولة أفريقية، وتعتبر برضو جزء منها دولة آسيوية. قامت على أرضه أقدم وأعرق الحضارات التي أنارت العالم من حوله. مفيش حضارة كانت في أمريكا، مفيش حضارة كانت في أستراليا، إنما الحضارات حتى في أوروبا فوق يعني في حضارات قامت، ولكن أقدمهم كانت موجودة في الوطن العربي، في مصر وفي العراق. أقدم اللي هي العراق في آسيا. تمام. يبقى أقدم وأعرق الحضارات اللي أنارت العالم بثقافتها بقى، وبدأوا الثقافات وبدأوا العلم وبدأ مش عارفة إيه، كل ده كانت موجودة في الوطن العربي. كمان الوطن العربي كان مهبط للديانات السماوية الثلاث. الديانات السماوية الثلاث اللي هي الإسلام والمسيحية واليهودية، الثلاثة نزلوا فين؟ في الوطن العربي. يعني الديانات دي والوحي نزل في الوطن العربي. تتلاقى فيه معظم طرق التجارة العالمية، كما يشرف على أهم المسطحات المائية التي تعد طرقا ملاحية هامة. ماشي. ايه طرق التجارة العالمية؟ زي قناة السويس، دي من أهم الطرق التجارة العالمية. تمام. ايه أهم المسطحات المائية التجارية اللي هي فيها طرق ملاحية مهمة جدا؟ البحر المتوسط والبحر الأحمر. تمام. ايه تاني؟ بس كده. يبقى دي تعتبر زي مش أهمية الوطن العربي، لكن أهم سماته يعني. تمام. تعالي نبتدي نعرف ايه الموقع الفلكي وايه الموقع الجغرافي. ادي الموقع الجغرافي. احنا قلنا الموقع الجغرافي هو الموقع بالنسبة لليابس والماء. بالنسبة للايه؟ اليابس والماء. لليابس والماء. والموقع الفلكي هو بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. ادي الوطن العربي اهو. بصي، استني
استنيه اهو، ادي الوطن العربي: الصومال، اليمن، عمان، الامارات، قطر، البحرين، السعوديه، الكويت، الاردن، العراق، سوريا، لبنان، فلسطين، في كردستان. لا كردستان دي مش تبعنا طبعا، استحاله. دي العراق، دي العراق ليها حدود مع كردستان. الأردن قلناها: الأردن، فلسطين، مصر، السودان، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، الصحراء المغربية اللي هي المغرب، وموريتانيا. وفي الآخر بقى تحت خالص بعد دائرة الاستواء في جزر القمر اللي هي حتة الصغننة المفتفتة دي. تمام؟ يلا موقع الوطن العربي. موقع الوطن العربي، الموقع الجغرافي هو يقع وسط قارات العالم القديم اللي هي مين قلنا؟ يمتد في قارتي آسيا وإفريقيا. لا ما فيش أوروبا، قارتي العالم القديم آسيا وإفريقيا. أوروبا ما فيهاش دول عربية. هنتكلم عن الدول العربية. طيب. ويطل على محيطين. الدول العربية أو الوطن العربي بيطل على محيطين: محيط الهندي والأطلنطي. محيط الإيه؟ الهندي والأطلنطي. تمام؟ طب ده بالنسبة للمحيطات. بالنسبة للبحار، البحر المتوسط، البحر الأحمر، والبحر العربي. يبقى البحر الأحمر والبحر المتوسط دول مصر بتطل عليهم عادي جدا، واحنا حافظينهم وعارفينهم وفاهمينهم. طب في بحر بقى تاني اسمه البحر العربي. اسمه ايه؟ البحر العربي. طب موجود فين دوت البحر العربي؟ اهو بصي يا مريم، اهو اللي هو بيطل عليه الصومال، عمان، اليمن. تمام؟ ده اسمه البحر العربي اللي هو بيصب او يعني بيصب في المحيط الهندي. تمام؟ يبقى بالنسبه للمحيطات بيطل على المحيط الهندي والاطلنطي. البحار احمر، متوسط، وبحر العربي. برافو عليكي. طيب الخليجان اللي هو الخليج، عندنا 3 خليجان: الخليج العربي، تمام، الخليج العربي، وخليج عمان، وخليج عدن. ماشي، عربي وعمان وعدن. الثلاث خليجان بيبداوا بحرف العين: العربي، عمان، عدن. العربي، عمان، عدن. العربي، عمان، عدن. العربي، عمان، عدن. تمتلك كل الدول العربية سواحل تطل على البحار أو المحيطات أو الاثنين معا. طيب ماشي. تمام. الموقع الفلكي دي بقى محتاجة حفظ. خطي طول 60 شرقا، 60 شرقا و17 غربا. خطوط الطول اهي، اللي هي الطول دي، بصي اهي: 60 شرقا، 17 غربا. 60 شرقا، 17 غربا. دي خطوط الايه؟ الطول. طب دوائر العرض اهي، من اول 37 و30 من 100 درجة لحد 2 درجة. خلاص؟ لحد ايه؟ 32 درجة. لا مريم ركزي معايا انا لو سمحتي. 37 شمالا، 37 و30 من 100، 37 و30 من 100 درجة شمالا لحد فين؟ 2 درجة جنوبا. عارفة يعني ايه 2 درجة جنوبا؟ يعني فاضل لها درجة او درجتين وتوصل لدائرة الاستواء. يعني هي تبعد عن دائرة الاستواء بدرجتين. لان كل ما بننزل كل ما بتقل. امتى بتبقى زيرو؟ لما بتبقى على دائرة الاستواء. ودائرة الاستواء دي بتبقى حر نار 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 ما تقدرش تستحمليها. وكمان بتبقى رطوبة عالية جدا لدرجة ان المطر تقريبا بينزل طول السنة. مع ان الدنيا حر بس المطر بينزل. عشان كده المنطقة دي مليانة بالغابات. خلاص؟ يبقى احنا تاني كده نقول مع بعض: خطوط الطول، خطي طول ايه؟ 60 شرقا، 60 شرقا و17. برافو. 17 ايه؟ العكس بقى، غربا. تمام. دائرتي عرض 37 و30 من 100 درجة شمالا لحد ايه؟ 2 ايه؟ جنوبا. تمام؟ كل ده الوطن العربي. بس في دولة من الوطن العربي قلنا ان هي يا عيني مطرودة بعيد: جزر القمر. دولة جزر القمر الدولة العربية الوحيدة التي تقع خارج هذا النطاق الفلكي. طب هي موجودة فين؟ حيث تقع جنوب دائرة الاستواء عند تقاطع خط 44 شرقا ودائرة عرض 12
جنوبا بالمحيط الهندي. ايه الكلام ده يعني ايه؟ يعني هي موجوده، مش احنا قلنا ان جنوب الوطن العربي 2 درجه؟ طيب بعد كده هتلاقي خط الاستواء، هي موجوده تحت خط الاستواء كمان. ماشي. موجوده تحت خط الاستواء يعني بعيد قوي. ماشي على خط طول ايه؟ 44 شرقا. ماشي. ودائره عرض ايه؟ 12 جنوبا. يعني هي بعد دائره الاستواء ب 12 درجه. ب 12 درجه. كل ده كلام يتحفظ بس للارقام دي. يمر في الوطن العربي دائرتي عرض رئيسيتين. ايه هما؟ دائره الاستواء وايه ومدار السرطان اللي هو فوق. مدار السرطان اللي هو فوق. جرينتش. وخط الطول الرئيسي جرينتش اللي هو ده. بصي اهو. يبقى احنا عندنا الوطن العربي بيمر بيه ايه؟ مدار السرطان اهو يا مريم. مدار السرطان، ودي خط جرينتش، ودائرة الاستواء. بصي دائرة الاستواء فين؟ اهو. تمام؟ اللي هو يعني جنوب الصومال يعتبر على اطراف دائرة اي استواء. حلو؟ حدود الوطن العربي. حدود الوطن العربي. تمام؟ تمتد حدود الوطن العربي مع ظواهر طبيعية حيث شمالا جبال طوروس والبحر المتوسط. جبال طوروس اهي. بصي يا مريم اهي. يبقى احنا في شمال الوطن العربي في ايه؟ البحر المتوسط وجبال طوروس. جبال طوروس. طيب عارفه فاكره لما كنا بناخد في ابتدائي كده ايه هي حدود مصر؟ فيقول لك في الشمال مش عارفه ايه، والجنوب ايه، والشرق ايه، والغرب ايه. احنا بنعمل كده برضو مع الوطن العربي. احنا شمالا بيحد الوطن العربي البحر الابيض المتوسط وجبال طوروس. جنوبا بقى بصي شايفه دي اسمها ايه؟ اسمها ايه دي؟ الصحراء الكبرى. الصحراء الكبرى. وايه كمان؟ ايه؟ وايه كمان؟ المحيط الهندي. المحيط الهندي. يبقى احنا فوق بحر المتوسط جبال طوروس، تحت الصحراء الكبرى والمحيط الهندي. حلو. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا يعني في الشمال عندنا في حدود يابس وحدود مائيه، والجنوب حدود يابس وحدود مائيه برضو. طيب تعالوا نشوف الشرق. الشرق بقى اللي هي هنا. يا ده حاجات كتيره قوي. حاجات كتيره قوي. بصي عندنا شرقا الخليج العربي. ادي اول حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. فين الخليج العربي؟ اهو اللي جنب الكويت والبحرين وقطر اهو الخليج العربي. ايه كمان؟ خليج عمان جنبه. ايه كمان؟ البحر العربي. يبقى اذا حدود الوطن العربي الشرقيه كلها مائيه. ماشي. الخليج العربي، خليج عمان، والبحر العربي. يعني الخليج العربي والبحر العربي وخليج عمان. ماشي. الخليج العربي، البحر العربي، خليج عمان. تاني البحر العربي الخليج العربي، البحر العربي، خليج عمان. 2 خليج و1 بحر. خليج عمان، خليج العربي، والبحر العربي. تمام. طيب غربا بقى مفيش عندنا لا خلجان ولا خلجان ولا بتاع، كله عباره عن محيط. المحيط الاطلنطي ده ايه؟ المحيط الاطلنطي. يبقى احنا كان في الشرق عندنا خليج عمان، خليج العربي، البحر العربي، وفي الغرب عندنا المحيط الهندي بس. طيب الشمال الشرقي يا مريم اللي هو هنا ده جبال كردستان، جبال زاجروس. جبال كردستان، جبال زاجروس. خليكي معايا. جبال كردستان، جبال زاجروس. يبقى احنا عندنا جبال طوروس كانت موجوده في الشمال صح؟ مع البحر الابيض المتوسط. عندنا الشمال الشرقي نوعين من الجبال. جبال كردستان اللي هي موجوده في دوله كردستان اللي هي على حدود مين؟ العراق اهي، اللي هي على حدود العراق. تمام. اللي هي على حدود كردستان، على حدود العراق وحدود ايران كمان. هم مش جايبين هنا برضو خريطة العالم.
تمام. يبقى جبال كردستان وجبال زاجروس. زاجروس. تاني جبال ايه؟ كردستان وجبال زاجروس. دول موجودين فين؟ موجودين هنا. في لا قولي لي اتجاه، في الشمال ولا الجنوب ولا الغرب ولا الشرق ولا الشمال الشرقي ولا ايه؟ في الشمال الشرقي، في الشمال الشرقي. تمام. انما طروس دي فين؟ فين؟ في الشمال بس. في الشمال بس جبال طروس، شمال شرقي كردستان وزاجروس. طيب مساحة ودول الوطن العربي. مساحة الوطن العربي تبلغ 13 مليون كيلو متر. كام؟ 13 مليون كيلو متر. 13 مليون كيلو متر. كيلو متر مربع طبعا. طب عدد الدول العربية كام؟ 22 دولة. 22 دولة. طبعا بتتوزع بين قارتي آسيا وأفريقيا كالآتي. عايزين نعرف مين اللي في آسيا ومين اللي في أفريقيا. اللي في أفريقيا سهلين واحنا تقريبا شبه حافظينهم. تعالي نشوف اللي في ايه، اللي فين، اللي في آسيا. اللي في آسيا أول دولة عندنا فلسطين. فلسطين جنبها لازقة فيها لبنان، لازقة فيها سوريا. اللي هم ايه يا مريم؟ ايه؟ اللي هم بيسموهم كانوا زمان بلاد الشام. يبقى بلاد الشام اللي هي فلسطين لبنان وسوريا. تمام. بعد كده عندك العراق. العراق دولة كبيرة اهي. في عندك الأردن برضو على حدود فلسطين. فلسطين ليها حدود مع لبنان ومصر والأردن. فلسطين ليها 3 حدود مع 3 دول. لبنان ومصر. لبنان ومصر والأردن. يبقى عندنا الأردن، فلسطين، سوريا، لبنان لازقين في بعض. جنبهم العراق. جنبهم ايه؟ العراق. تحتيهم الكويت، الحته الصغننه دي الكويت. تمام. الكبيره قوي دي السعوديه، لان معظمها صحراء. يعني الكبيره قوي دي السعوديه. في البحرين وقطر دولتين صغيرين، قطر والبحرين. وبعد كده الامارات اللي فيها دبي، وفي عمان، وفي اليمن. يبقى احنا عندنا الدول الموجوده في اسيا 12 دوله. 12 دولة عربية وهم 22 دولة. يبقى في أفريقيا في كام؟ 10. ال 12 دولة هم إيه؟ فلسطين. الأردن. ماشي. سوريا. أيوه. لبنان. عمان. ماشي. العراق. وقطر والبحرين. الكويت. أيوه. السعودية. وإيه تاني؟ فاضل 2. اليمن والإمارات. اليمن. وفاكره البرنامج اللي كنت عاملاه في القناه اليمنيه؟ اليمن دي موجوده في اسيا. ماشي. والامارات. حلو. طيب افريقيا بقى فيها كام دوله من غير ما تبصي في الخريطه كده؟ مصر طبعا. الجزائر. ماشي. الصومال. ثانيه افكر. ايه اللي جنب مصر من ناحيه الغرب؟ ليبيا. يبقى ايه؟ بص تعالى ناخدهم بالترتيب. مصر تحتها السودان. زمان في التاريخ فاكره كانت مصر والسودان دوله واحده وبيحكمهم ملك واحد او الخديوي. فمصر والسودان طول عمرهم كانوا دوله واحده اصلا، وبعد كده قسموها مصر والسودان. حلو. الجزائر. لا استني بس، جنب مصر مين؟ ليبيا. يبقى مصر السودان ليبيا. مصر السودان ليبيا. طيب نخش كده على دوله كده غريبه صغننه كده اسمها تونس اللي انا سافرتها. تونس دي صغيره مش كبيره، موجوده على الساحل فوق. مين اللي حضناها واخدها بالحضن؟ الجزائر. يبقى احنا عندنا مصر، السودان، ليبيا، تونس، وحضناها مين؟ الجزائر. المغرب اهي فوق. المغرب كل دي المغرب. تحت المغرب دوله اسمها موريتانيا. وفي دوله هنا الصومال وجيبوتي. جيبوتي والصومال. وطبعا اوعي تنسي الدوله العربيه يا عيني اللي موجوده في اخر الدنيا، جزر القمر. يبقى تعالي نقول والصحراء الغربيه. لا ما هي دي الصحراء المغربيه مش الغربيه، دي تبع المغرب، دوله المغرب. يبقى تعالي نقول تاني كده الدول العربيه الافريقيه. مصر، الجزائر. برضو الجزائر. ماشي. مصر، الجزائر، الصومال، السودان، موريتانيا، جيبوتي، المغرب، جزر القمر،
ماشي. وموريتانيا. ما انت قلتي موريتانيا. قلتها. في ليبيا. ليبيا. وقلتي جيبوتي. قلتها جيبوتي. يبقى هي موريتانيا. يبقى تاني نقول كمان: مصر، السودان، جيبوتي، الصومال، ليبيا، تونس. انت ما قلتيش تونس. تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، جزر القمر. جزر القمر. خلاص. طيب، اهميه موقع الوطن العربي. الاهميه الحضاريه، احنا بنتكلم في الاهميه الحضاريه او الثقافيه. بسبب قيام الحضارات القديمه على ارضه، مثل الحضاره المصريه القديمه اللي هي الفرعونيه، حضاره بلاد العراق اللي هي بلاد ما بين النهرين، كان اسمها بلاد ما بين النهرين، حضاره بلاد اليمن، حضاره بلاد الشام. يبقى عايزين كده نعرف ايه هي الحضارات اللي قامت في الوطن العربي زمان قديما. احنا طبعا كنا عارفين ومدرسين الحضاره الفرعونيه اللي هي الحضاره المصريه القديمه. طيب، ايه هو ما فيش غير في الوطن العربي غير الحضاره دي؟ لا، ده كان في حضاره العراقيه، حضاره بلاد العراق اللي هي كان اسمها حضاره بلاد ما بين النهرين. وكان في حضاره بلاد اليمن كان فيها حضاره، وحضاره بلاد الشام. يبقى الحضاره المصريه القديمه، حضاره بلاد العراق القديم، حضارات بلاد اليمن، حضارات بلاد الشام. ليش معنى اليمن والشام اسمهم حضارات؟ علشان هم كانت في سنين متفرقه، يعني فاهمه؟ دي الاهميه الايه؟ الحضاريه. يجي يقول لك: بما تفسر كان هناك اهميه حضاريه للوطن العربي. ليه؟ لانه بسبب قيام الحضارات القديمه. دي سؤال بتاع ايه؟ بما تفسر. او علل. اللي هو ايه؟ الاهميه الحضاريه للوطن العربي بسبب قيام الحضارات القديمه على ارضه، مثل الحضاره المصريه القديمه وها بلا 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 والكلام ده كله. الاهميه الدينيه بقى. اكتسب الوطن العربي قيمه روحيه عظيمه في نفوس سكان العالم، لانه الاهميه الدينيه. اولا، هو مهد للديانات السماويه الثلاثه، اليهوديه والمسيحيه والاسلاميه. واحنا قلنا ان الديانات دي نزلت على الانبياء في الوطن العربي، ومنهم انتشرت للعالم. ماشي. دي حاجه. بما ان الديانات السماويه نزلت في الوطن العربي، فبالتالي المقدسات والمعابد والمساجد ودور العباده هتبقى موجوده فين؟ ما هي اكيد في الاماكن اللي نزلت فيها الديانات السماويه. فبالتالي توجد به اماكن مقدسه زي الكعبه المشرفه بالسعوديه، المسجد الاقصى وقبه الصخره بفلسطين، كنيسه المهد بفلسطين برضو. يبقى بما ان هي الوطن العربي نزل فيه الديانات الايه؟ السماويه الثلاثه، اكيد برضو دور العباده، واكيد تاريخ دور العباده القديمه، يعني الاماكن اللي هي فيها عباده وليها اهميه كبيره جدا لكل العالم موجوده برضو في الوطن العربي، زي قلنا الكعبه المشرفه والمسجد الاقصى ومسجد قبه الصخره. في فرق ما بين الاثنين. ماشي. القبه الذهبيه دي ده اسمه قبه الصخره، مش ده المسجد الاقصى. وكنيسه المهد بفلسطين. ماشي. تمام. الاهميه الاقتصاديه والاستراتيجيه. احكي بقى وقول. الدرس ده فاضل له قد ايه؟ انا صوتي راح. الاهميه الاقتصاديه والاستراتيجيه. كل دي يا مريم هتيجي في اسئله، يا اما طبعا اكمل، يا اما صح وغلط، يا اما بما تفسر. او ممكن تيجي قارن ما بين الاهميه الحضاريه والاهميه الدينيه، بس دي صعبه تيجي، يعني قارن مش هتيجي. الاهميه الاقتصاديه والاستراتيجيه. تنوع موارده الاقتصاديه بسبب ايه؟ بسبب ايه بقى؟ دايما الموارد الاقتصاديه لما يبقى فيها تنوع، خدناها من اول ابتدائي، عارفين لما يبقى فيه تنوع في الاقتصاد يبقى فيه تنوع في المناخ اكيد. وطالما المناخ متنوع يبقى النباتات هتبقى متنوعه. ماشي. يبقى احنا عندنا تنوع الاقاليم المناخيه والحياه النباتيه والتكوينات الجيولوجيه. ايه التكوينات الجيولوجيه دي يا ماما؟ اللي هي الصخور، اللي هي الجبال، انواع الصخور، انواع الرمال نفسها ليها انواع موجوده في الوطن العربي. تمام. انواع التربه، في تربه ثانيه، في تربه رمليه، في تربه مختلطه، كل ده موجود في الوطن العربي. يبقى ايه؟ يبقى تنوع الموارد الاقتصاديه بيبقى بسبب ايه؟ تنوع الاقاليم المناخيه والحياه النباتيه. طبعا طالما المناخ متنوع يا مريم يبقى اكيد الحياه النباتيه تبقى متنوعه. وكمان التكوينات الجيولوجيه به.
ايه تاني حاجه من الاهميه الاقتصاديه؟ وجود البترول والغاز الطبيعي في ارضه. والبترول دوت هو اللي جاب لنا الكافيه، هو اللي خلى دايما الوطن العربي هو يعني بيزغل العينين الاعداء، بيزغل العينين الدول الاوروبيه والامريكان والكلام ده كله. ليه؟ انت عندك مخزون كبير جدا من البترول والغاز الطبيعي، وهم حياتهم كلها ماشيه بالبترول والغاز الطبيعي. انت عندك هنا في الشتاء تقدري تعيشي في البيت وتقفلي على نفسك الباب، وبالتالي تبقي متدفيه ومبسوطه. انما هم عندهم ما يقدروش يعيشوا في البيت من غير غاز علشان يشغل الدفايات. تمام. عندهم كل ما زاد التقدم والتطور كل ما احتاجوا البترول اكتر، فبالتالي انت حتى استخدامك للبترول مش زيهم، هم اكتر عشان هم عندهم تطور اكتر، عندهم مصانع اكتر. فكارثه الوطن العربي اللي ادت لتكوين حروب، ودايما الدول الاوروبيه زمان انجلترا وفرنسا وايطاليا كانوا دايما عايزين يستولوا على دول عربيه، والاحتلال كل التاريخ الاسود ده كان بسبب ان الدول العربيه فيها اهميه اقتصاديه واستراتيجيه كبيره جدا، تنوع الموارد الاقتصاديه بتاعتها، ووجود البترول والغاز الطبيعي في ارضه. تحكمه في طرق التجاره العالميه خلال العصور التاريخيه المختلفه، وذلك بسبب موقعه المتوسط بين قارات العالم. بصي، الدول العربيه موجوده في موقع متوسط ما بين قارات العالم، فبالتالي هي عامله زي السنتر اللي هو من اي مكان، يعني اي مكان في العالم عايزه تروحي لازم هتمري من عند الدول العربيه. يبقى هو بيتحكم في طرق التجاره العالميه على مدار العصور المختلفه بسبب انه موقعه المتوسط بين قارات العالم. ايه كمان؟ اشرافه على 3 أذرع مسطحات مائيه مهمه. اشرافه على 3 مسطحات مائيه مهمه اللي احنا قلناهم: البحر المتوسط والبحر الاحمر والخليج العربي والبحر العربي. دول اهم 3 مسطحات مائيه في العالم. تمام. ايه اهميتهم؟ الخليج العربي هو اللي بيوصل ما بين الوطن العربي وما بين دول شمال اسيا وروسيا. البحر المتوسط هو اللي بيوصل ما بين افريقيا واوروبا كلها. البحر الاحمر هو بيوصل اصلا ما بين قارتي افريقيا واسيا. فاهمه؟ فهم دول اهم مسطحات مائيه في العالم. تحكمه في 4 ممرات مائيه مهمه تتحكم في طرق الملاحه المائيه، تزيد اهميتها وقت الحرب والصراعات الدوليه، بمزاد من اهميه موقع البحر المتوسط اقتصاديا واستراتيجيا. هذه الممرات هي هنا بقى احنا بنتكلم عن مسطحات مائيه اللي هي كان البحر الاحمر والبحر المتوسط والخليج العربي. في كمان ممرات مائيه مهمه. ممرات مائيه يعني حاجات صغننه مهمه جدا اثناء الحروب والصراعات بيتم التحكم فيها، زي ما حصل قناه السويس في حرب اكتوبر لما قفلوها، فبالتالي منعوا دخول البترول لاوروبا ومنعوا دخول البترول لاسرائيل. قناه السويس، مضيق هرمز. مضيق هرمز ده فين ده؟ اهو، شايفه فين؟ تعالي كده نبص هنا كده اهو. مضيق هرمز ده اللي ما بين الامارات وما بين دول اسيا بقى اللي فوق. خلاص. عندك مضيق باب المندب اهو، اللي هو ما بين البحر الاحمر وما بين المحيط الهندي، ده المضيق اهو. وعندك مضيق جبل الطارق اللي ما بين البحر المتوسط والمحيط الهندي وقناه السويس. تعالي نحفظهم كده مع بعض: 3 مضايق وقناه. قناه السويس 3 مضايق وقناه. قولي كده: 3 مضايق وقناه. مضيق باب المندب، مضيق جبل طارق، ومضيق هرمز. تاني: مضيق باب المندب، ومضيق جبل طارق عمل له جبل، بسم الله ما شاء الله، وهرمز. وطبعا قناه السويس بتاعتنا حبيبتنا وروح قلبنا. خلاص. هو دلوقتي هيخلص اهو خلاص. مضيق هرمز احنا قلنا بيصل ما بين مين ومين؟ الخليج العربي وخليج عمان اهو. بصي، الخليج العربي اهو وخليج عمان، ده مضيق ايه؟ هرمز. وبالتالي المحيط الهندي. ليه بقى؟ لان هنا خليج عمان مفتوح اصلا على المحيط الهندي. تشرف عليه مين؟ عمان وايران. ايران دي مش دوله عربيه، خلي بالك، ايران دي مش دوله عربيه، بس هي بتشرف على
على مضيق هرمز. يبقى مضيق هرمز بيصل ما بين مين ومين؟ مضيق هرمز بيصل ما بين ها، الخليج العربي. ما تركزي معايا، الخليج العربي وخليج عمان. حلو. وبالتالي المحيط الهندي مين اللي بيشرف عليه؟ اللي بيشرف عليه ايران. لا مش ايران وبس، ودولة عمان. مش احنا قلنا هو بيصل ما بين بيصل ما بين الخليج العربي وخليج عمان؟ طالما خليج عمان يبقى مين اللي بيشرف عليه؟ عمان وايران. طيب مضيق باب المندب بيصل ما بين البحر الاحمر وخليج عدن، وبالتالي المحيط الهندي برضو. خليكي معايا هنا، البحر الاحمر وخليج عدن وبالتالي المحيط الهندي بتشرف عليه جيبوتي واليمن، والحمد لله هو تحت اشراف عربي خالص. الحمد لله. يعني هنا هرمز ده هتلاقي فيه ايران، مش بتاعتنا دي، احنا بتاعنا اللي عمان. انما باب المندب جيبوتي واليمن. بيصل ما بين مين ومين؟ جيبوتي واليمن. لا، بيصل ما بين مين ومين؟ البحر الاحمر وخليج عدن اللي هو بيصب برضو فين؟ في المحيط الهندي. خلاص. عدن دي على فكرة محافظة او ولاية موجودة في اليمن. ماشي. طيب قناة السويس طبعا حبيبة قلبنا بتصل ما بين البحر المتوسط والبحر الأحمر، وتتحكم فيها وتشرف عليها مصر. ماشي. معروفة. مضيق جبل طارق. جبل طارق ده بيصل ما بين البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي، مش الهندي بقى، الناحية التانية خالص. الايه؟ المحيط الأطلنطي. الأطلنطي. مين اللي بتشرف عليه؟ اسبانيا والمغرب. انت عارفة ان زمان قوي ايام الحضارة العربية الإسلامية ان الجيوش بتاعت الخليفه دخلت اسبانيا على اطراف اسبانيا، لان اسبانيا قريبه جدا من المغرب. وكونت حضاره اسمها الحضاره الاندلسيه. ايوه انا عارفاها كده. طيب يبقى مين اللي بيشرف على مضيق جبل طارق؟ جبل طارق مين اللي بيشرف عليه؟ انا هقول لك. عمان يعني ده انا هطلع عين امك. يا بنت جبل طارق المغرب واسبانيا. اسبانيا والمغرب. عمان ايه اللي جاب عمان هنا؟ ما عمان هنا يا حوله. كنت لسه هقول اسبانيا. يلا تاني. كنت لسه هقول اسبانيا بعد عمان. ولكن ما النتائج المترتبه على اهميه موقع الوطن العربي الاستراتيجي؟ فين؟ اهو اخر صفحه في الدرس. الحمد لله. انا اول لما بدات معاكي الاهميه الاقتصاديه والاستراتيجيه للوطن العربي قلت لك ايه؟ ان ده كانت احيانا بيبقى نكبه على الوطن العربي، انه كان فريسه للخناقات بقى وللحروب وللاحتلال وللكلام ده كله. يبقى ترتب على اهميه موقع الوطن العربي الاستراتيجيه تعرض الوطن العربي للاستعمار الاوروبي الذي عمل على نهب خيرات الوطن العربي. وهو طبعا جايين يحتلوا الوطن العربي مش عشان يشربوا معانا الشاي ويلعبوا معانا دومنه، اكيد عشان ينهبوا خيرات الوطن العربي. سواء كان من مزارع يعني اللي هي محاصيل، سواء كان من بترول وغاز طبيعي. خليكي معايا يا مريم. بترول وغاز طبيعي. ماشي. كل الحاجات دي، وطبعا والاستيلاء على طرق الملاحيه العالميه التجاريه. تمام. فاكره زمان لما درسنا وقلنا انجلترا كانت عايزه تستولي على مصر علشان ايه؟ تامن طرق التجاره ما بينها وما بين الهند، مستعمراتها في الهند. تمام. يبقى نهب خيرات الوطن العربي. تقسيم الوطن العربي الى دول مختلفه متباينه في المساحه، مختلفه في المساحه وعدد السكان، تفصل بينها حدود سياسيه مصطنعه. معنى كده ان الوطن العربي زمان ما كانش فيه حدود سياسيه، ما كانش فيه حاجه اسمها كل دوله مستقله بذاتها، وعشان اروح من دوله عربيه لدوله ثانيه لازم ادفع تاشيره واجيب باسبور واسافر واعمل مش عارفه ايه. ما فيش الكلام ده. دلوقتي بقت كل دوله عربيه، بالعكس ده فصلوا ما بين الدول العربيه. يعني خلى مثلا تونس دي قد كده اهوت، والجزائر قد كده، والكويت قد كده اهون، والعراق قد كده، علشان تحصل مشاكل ما بينهم طول الوقت. وده اللي حصل لغايه عصرنا هذا ولغايه وقتنا هذا، في خناقات ما بين الدول العربيه بسبب الحدود. كل واحده عايزه تاخد الحته دي بتاعتي، لا الحته دي مش بتاعتك، الحته دي بتاعتي انا. اوكي. يبقى تقسيم الوطن العربي الى دول مختلفه في المساحه وعدد السكان.
تفصل بينها حدود سياسيه مصطنعه، هم اللي عاملينها، الاحتلال هو اللي عاملها. زي ما قلت لك زمان كانت مصر والسودان دوله واحده، فصلوا ما بينهم، وحاليا اصبحت السودان اصلا في دوله شمال السودان ودوله جنوب السودان كمان. كل ده بسبب الاحتلال. ظهور بعض المشكلات السياسيه، منها مشكله فلسطين التي ما زال شعبها يكافح في سبيل الحصول على الاستقلال. تمام؟ طبعا عارفه يا مريم مشكله فلسطين، وان دوله اسرائيل راحت احتلت دوله فلسطين، لغايه دلوقتي دوله فلسطين هي الدوله الوحيده في الوطن العربي اللي لا زالت محتله عسكريا. ايوه بس تمام؟ اسرائيل مش دوله، هما ناس تجمعوا من اماكن مختلفه. هم دلوقتي بيعملوا نفسهم دوله خلاص، يعني هم بيبينوا قدام العالم ان احنا دوله اسرائيل. تمام؟ ماشي. مشكله المدن المغربيه سبته ومليله، ودي هنعرفها بعد كده. في مشكله في المدن المغربيه اسمها سبته ومليله، سبته ومليله، سبته زي السبت كده، سبته ومليله. ايه كمان مشكله ايه؟ مشكله دارفور، وهي دي اللي قامت عليها مشكله السودان وانقسمت بسببها، مشكله دارفور. تمام؟ ودوله جنوب السودان، مشكله جنوب السودان لما استقل عن دوله شمال السودان. يبقى احنا عندنا مشكله كمان مشكله بعض الجزر الاماراتيه. يبقى احنا عندنا 5 مشكلات سياسيه سببها اتسببت في الوطن العربي. مشكله دوله فلسطين، تمام؟ مشكله المدن المغربيه سبته ومليله، مشكله دارفور، مشكله جنوب السودان، مشكله بعض الجزر الاماراتيه. دي تتحفظوا. ماشي. هم ال5 دول. جميع الدول العربيه حصلت على استقلالها ما عدا فلسطين للاسف. ربنا يفك كربها، بالاضافه الى بعض الجزر الاماراتيه وبعض المدن المغربيه. يعني مشكله السودان ودارفور اتحلت للاسف لما اتقسمت السودان الى دولتين. انما مشكله المدن المغربيه لا زالت قائمه شويه، بعض مشكلات الجزر الاماراتيه برضو لا زالت، طبعا مشكله فلسطين لا زالت موجوده الى يوم الدين، وهي مشكله احتلال اسرائيل لدوله فلسطين. تمام؟ حلو كده. تعالي بقى ايه امسكي خدي الدرس وذاكريه عشان نحل عليه، نحل على الدرس ده، نحل التدريبات بقى.